مرحبا بكم. واش في اخباركم باللي المغرب كامل حاقد على العائله؟ كلشي حاقد على العائله ديالو. ها اللي مضارب مع عمو، ها اللي مضارب مع خالو، ها اللي مضارب مع ولد اختو، ها اللي مضارب مع بنت عمو. كلشي حاقد. تفرج لي في الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزابي حتى لقطه. ما كاين العائله لا الصحمص، وما كنعترفش شي حاجه سميتها العائله. كتلقى الخير في البراني وما كتلقاش في عائلتك اللي من دمك ولحمك. في الحقيقة العائلة ديال الوالد ما ربحنا منها غير الوالد والسلام. ولكن خاصنا نعرفوا من غير انك تشوف الفيديو باللي العائله خايبه، عائله ما مزياناش، عمي خايب، خالي خايب، ولد عمي دار خايب. خاصنا نعرفوا علاش، خاصنا نعرفوا الاسباب. اي واحد لاح فيديو يتبع لي، يعطينا تتمات الفيديو، يشرح لنا علاش العائله ما مزياناش. العائلة اللهم تمو فيك النفع لا ضرر جيتك. كاينين عائلة تيبغيو لك الخير ولكن راه ما يبغيوكش تكون احسن منهم. دابا بدينا كنعرفوا علاش خاصنا نبعدوا من العائله. السيد هذا شنو كيقول على انه كاين بعض العائلات الى اولا، هو كيقول لك جميع العائلات اولا بالنسبه للعائله ديالو هو، ما عرفتش انا اشنو كيقول، ولكن اللي استفدت ان العائله الا ما شافوا منك نفع ما يدوروا لجهتك. نشوفوا ناس اخرين اشنو كيقولوا. عندي واحد العائله ما لقاوش كيفاش يديروا ياكلوا بسنانهم وبيديهم غياكلوا، ما لقاولكش الجهد، ما لقاوش كيفاش يديروا لك. خصهم حاطين عينيهم عليك، شنو غديري، شنو غتفعلي، شنو غتولي في حياتك، منين غادي تجيبي الفلوس، فين تخدمي. هادشي اللي مقابلين. اول عدو كيكون عندك في حياتك هو العائله. من غير باك وامك وخوتك راه ما كاينش العائله. وانا كنصور الفيديو طيحت هاد العيبه هادي اللي كدير فوق من الكاميرا. ها هو الدجاج طايح في الارض، الفاني د العيبات. يلا نكملوا الفيديو ديالنا. شوف راه ما كاين لا عائله لا والو، باش تعرف ولد عمي ولد خالي ولد كذا والو. صلة الرحم ولاش حرام، باش تعرف بقاش ديك صلة الرحم الحلال ولاش كلها حرام. كاين النفاق، شو ولاد فلان ما وصل مشى صباح من الصغير، ولاد فلان شوف فين وصل، شوف انت اش دير. النفاق ولكن اللي كاين عشيري. انا بعدا عايش مشكل بزاف في العائله، لذلك والله دابا ماش نعرف شي واحد، نعرف شكون ولد شكون جوج شكون مات، الله يسهل عليهم. من خلال هذا الفيديو هذا استنتجنا ان صلة الرحم ما بقاتش حلال حاليا، ولات حرام. ناخذ من كل فيديو استنتاج وخلاصه، وفي الاخر ناخذ فكره عامه. ما كاش خوك كي تكونوا صغار يعني انت تلقى صحابك خير من خوتك. اقسم لك بالله غير خير من خوتي. انا صدقني نهضر لك، ايماجين تخيل انت في مخك الداخل عندك اسرار في دارك، تجي طلع عليهم وخوك اللي تفضحك. اقسم لك بالله غير خوك. وهذا السيد هذا اللي كيعيش في الغربه عرفنا باللي عنده واحد خوه اللي كيفضحو. نشوفوا فيديوهات اخرين. انا علاش انا العائله ما عنديش معاهم، وعلاش كنجيهم شويه فو باسكو شو لا سول بيرسون اللي كيجيهم فاس. انا اونتي فهمتي، جيت ديك البيراميد سوسيال ديال العائله ديال الا عندك هذا المدخول راك هنا، الا عندك هذا المدخول راك هنا، فهمتي. انا جيت وانا نقلبها. فهمتك. ديال ما تمشيش تطبق عليا ديك اللعيبه ديال انت كاتب، انت ما عرفت فين خدام، انت هذاك فهمتي. ديك السلطه اللي عندك في خدمتك كل ما عرفت فين طبقها في خدمتك كل ما عرفت فين. ما تجيش ديرها لي انا في الدار كنتغدى وجاي نشوف جداتي. العائلة أنا أول مرة نتأذى في حياتي شادي بسبب العائلة. والسؤال مطروح، واش الا كانت العائله ديالي خايبه خاصني ضروري نلوح فيديو عليها في الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام وداكشي؟ واش ضروري الا كانت العائله ديالي خايبه خاصني نتعامل معها حتى انا خايب؟ واش الا كانت العائله ديالي خايبه خاصني نقطع صلة الرحم؟ واش الا كانت العائله ديالي خايبه ولا كان شي واحد من لافامي ديالي خايب خاصني نشر فيديو ونقطع العائله كامله ونهضر على العائله اللي هي شي حاجه كبيره وشي حاجه مقدسه عند الله عز وجل، نهضر عليها بهذه الطريقه هذه؟ تابعوا معايا وشوفوا الناس اشنو كيقولوا على العائله. حنا دابا شفنا الجانب السلبي، اجي نشوفوا الجانب الايجابي وكيفاش خاصنا نتعاملوا مع عائله سواء كانت هي مزيانه سواء كانت هي خايبه. في اوروبا واش ما كتشوفوش الاسره مشات؟ باقي شي واحد في اوروبا كيعرف شكون عمته وشكون خالته وشكون خالو وشكون ولد خالو وشكون باقي شي واحد كيتصل به. انا مشيت واحد النهار لفرنسا الاخوان الكرام، والاخ اللي استقبلني عنده مشاريع، كيهضر مع واحد السيد خدام معاه، كيعاود له الاخر قال له شنو قال لك؟
قال لي باللي فلانه خدامه معاهم مات لها باها، وقلت لها يمكن لك تاخذي هذا النهار تمشي تحضري على الجنازه ديال با. قالت له نو، قالت له ما غنمشيش غنخدم. بوركوا؟ قالت له ما يعني هذه مده ما شفتو ما شافني، دونك يا بلو دو ريلاسيون انتر نو، سي فيني مانتنون. باها ما تمشيش تحضر الجنازه ديالو. تخيل معايا بنت في اوروبا، هي اوروبيه، الجنسيه ديالها اوروبيه، باها مات، شحال هادي ما شافتو، شحال هادي تقريبا نقولوا عام عامين 3 سنين، شحال هادي ما جا عندها ولا شافتو ولا شافها ولا هذا. مني مات عيطوا لها بلي راه باك مات، قالوا لها الشركه بلي الباترون ديالها قال لها راه باك مات، يمكن لك تمشي تاخدي اجازه ديال نهار ولا يومين باش تشوفي الجنازه وتشوفي عائله وداكشي. قالت لهم لا راه شحال هادي ما شفتو، ما كاينش مشكل، يعني ما كاينلاش نمشي، شحال هادي ما شافني وشحال هادي ما شفتو، راه صافي راه مشات ماشي مشكل. شوفوا العلاقه اللي في اوروبا كيفاش كتكون، والعلاقه عندنا في المغرب كيفاش دايره. الرحم هما الأقارب ديالك اللي كتجمع بينك وبينهم علاقة ديال النسب. أي واحد من الأقارب ديالك وكتلقاو انت وياه في شي جهة من جهات النسب، إما من جهة باك ولا من جهة الأم ديالك، فهو من الرحم التي يجب أن توصل. ويدخل في الرحم الأب والأم، الجد والجدة، الأولاد والأحفاد، الخوت والخواتات، العم والعمة، الخال والخالة والأولاد ديالهم. يعني كل هادو داخلين في الرحم اللي خصنا نصلوها واللي خصنا نأديو الحق ديالها. راه ملي كتمشي عند خالتك وتمشي عند عمتك وتجلس معاهم وتقشب وتضحك وتشرب داك الكويس ديال اتاي، انت بالنسبه لك راه مشيتي دوزتي العشيه وجيتي. لا شريف، انت راه النفسيه ديالك تخدمات، وخصوصا ملي كتكون ناويها صله رحم تريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الاخره. انا بعدا كيعجبوني هادوك الناس اللي فاش كيجيو مناسبات من بينهم عيد كبير عيد صغير والمناسبات، كيمشي وكيهز كيلبس حوايجات زوينين، كيجمع وليداتو وكيمشي كيديهم باش يزوروا العائله، كيمشي يزور الوالدين ديالو، يزور عمتو، يزور خالو، يزور شي واحد اللي قريب، شي واحد ريحه الشحمه في الشاقور، يمشي يسلم عليهم، يجلس معاهم 10 دقائق ربع ساعه ويمشي مع البال. كيبين لهم هذا باللي راني حيت صله الرحم، يمشي عند هذا ويقول لي اسمح لي راه عندي ناس اخرين خصني نمشي نسلم عليهم، ومشي كيدور بواحد 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 حتى كيكمل العائله ديالو. هاد الناس هادو انا كنحييهم من هاد المنبر هذا. عمتي دي بقى فاكهة البيت، عسليات البيت، بحبها. عمري يا صاحبي ما حسيت ان هي عمة والكلام ده، والعمة حرباية عمرها. دي طيبة، دي الطيبة والحنية كلها، نروح نترمي في حضنها واسراري كلها معاها. يا ريت والله الناس كلها في حنية عمتي، ولا في طيبة عمتي، ولا زي قلب عمتي. عمتي هي ومفيش الا هي. صح. مع الأرحام في حديث جميل ورائع. أيهما أولى بالبر، العمة أم الخالة؟ الأولى بالبر إذا تعارضتا، يعني معك شغلة وحدي وحابب تبر خالتك أو عمتك، فأيها أولى بالبر؟ إنها الخالة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يسأله بعد أن فعل معصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك من أم؟ قال لا. قال ألك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والخالة بمنزلة الأم. وهذا لا يعني أن تقطع العمة، بل وصلها واجب. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. كانت صارت لي واحد القصة مع واحد السيد هو والخالة ديالو. هاد السيد هذا عنده الخالة ديالو، وانا كنت جالس بحال هكا بيناتهم كنهضروا داكشي، وهذاك السيد كانوا كيهضروا هكذا، وكانت خالته كانت زربانه بغات تمشي لشي بلاصه، وهو يسولهم قال لهم فين غاديين، فهمتي؟ قال لهم فين غاديين؟ هما قالوا لي حنا غاديين لهاد البلاصه هادي، مثلا نقولوا غاديين لعين السبع. هو قال لهم سمحوا لي راه بغيت نوصلكم ولكن بعيد عليا ما نقدرش وانا زربان. فهمتوا؟ انا في هاد اللحظه هادي كنقول يا ريت تكون انا عندي خاله ديالي بحال هكذا، تكون عندي الخاله ديالي فين ما بغات توصل نوصلها. علاش؟ حيت الخاله ديالك اولا نقولوا الام ديالك راه بمثابه والديك، هادو كيكونوا قراب لك بزاف. الخاله ديالك بمثابه امك،
العمه ديالك بمثابه ابوك. يعني كلمه لا حاول ما امكن ما تقولهاش، لا ما قدرش، لا بعيد، لا هذه حاول ما امكن ما تديرهاش. أرحامك إخوانك وأخواتك وأبناؤهم، أعمامك وعماتك وأبناؤهم، أخوالك وخالاتك وأبناؤهم، أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، والدك والدتك وإن علوا، الجد والجدة، هؤلاء خطوط حمراء في الحياة. نشوفوا الله عز وجل اشنو كيقول على العائلة في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون. يعني اشنو كيقول الله عز وجل؟ أننا خاصنا نحيو صلة الرحم، إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فهمتم؟ وكيأمر بالعدل والإحسان. يعني خاصك ضروري تمشي عند لافامي ديالك وعمرك تدوي في لافامي ديالك بشي حاجة خايبة. كانوا العائلة ديالك خايبين، سترهم، والسر ما ستر الله. إلا بغيتي الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة لازم ما تنشرش شي حاجة خايبة على العائلة ديالك. ما تبقاش تهز بحال دوك الفيديوهات اللي نشرت قبل وتهزهم وتبقى تنشرهم في لي ستوري ديالك. كان شي واحد من لافامي ديالك خايب، ما تهزش العائلة راه خايبة، العائلة هادي راه كدير. كنتمنى تكون رسالة وصلت. تهلاو.